الجواسيس ما قدروش يجوا غير في حماية الشرطة. جايين في حماية الشرطة. تعالى انا افتحك هنا. هاتهم هاتهم جايين في حماية الشرطة. هات يا ابني تعالى هنا بص لي. دول احمد يوسف، شباب مصري ذكر اصيل، ما قدروش ابدا يعيشوا في بلد سفارتهم بتتهاجم من شويه خونه. من يومين كان في فيديو لوزير الخارجيه وهو بيقول اللي بيقرب للسفاره المصريه خدوه جوه السفاره وحط عليه. فطلع النكره انس حبيب يقول لك طب انا رايح ناحيه السفاره والذكر يكلمني. احمد ويوسف بقى راحوا سبقوه من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 7 بالليل مستنينه، وبعتوا له لايفات وفيديوهات من هناك وبيقولوا له لو ذكر تعالى، وفضلوا على الوضع ده لمده يومين. والنهارده ثالث يوم عشان يقربوا من السفاره راحوا اسم الشرطه خدوا منهم اذن وجابوا معاهم امن عشان يقفوا قدام السفاره، يقفوا قدامها ما يقربوش من البوابه حتى. ربنا سبحانه وتعالى جعل الجبن في قلب كل خاين، حتى تلاقي الاكونتات اللي بتهاجمك على السوشيال ميديا كلها حسابات فيك، وممكن يكونوا شغالين من دول بره بس برضه جبان وخايف وبيكلمك من حساب فيك. فتحياتي ليكم يا احمد ويا يوسف، وبجد كان نفسي اكون معاكم. فين اهو الذكر يجي ناحيه السفاره هفشخه هفعصه، ما جوش 48 ساعه غير في حمايه الشرطه واخدين تصريح. هاتهم صورهم هاتهم الذكر يجي. تعالى هات هنا.